الله أكبر الله أكبر magaalooyinka waaweyn ee dalkan Finland oo ay muslimiintuna ku nool yihiin ayaa si weyn looga dareemayay ciidul fitriga inta badan shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wadankani waxay saaka u dareereen fagaarayaasha waaweyn ee ku yaala magaalooyinka kala duwan ee dalkan Finland si ay si wada jir ah ugu tukadaan salaada ciid xaafadda Pikkuhoobalahti oo ka tirsan magaalada Helsinki ee xarunta wadankani Finland garoon weyn oo kubadda cagta ah ayaa saaka lagu oogay qaybtii aan maanta booqday oo si weyn loo عمري تكبيرتنا أيس قبصتي وحنا صلاة تجيني شيخ عبد الولي الشيخ محمد حاجي يوسف قد بدي شيخنا وحي تابني سيدي نعيب بدن وتابنا يا أعماش فرها بدن أي نصوص ميني بشي بركة سنة رمضان يو إن لجوكتيو يا سلامي هدتكي قوبت جوجي وحين أودعن سيدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما أصبح عيد وأسفر الله أكبر ما لاح قمر وأنور الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم معاشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته فقد فاز المتقون فهذا يوم عيد وسرور يوم بهجة يوم يفرح المؤمنون بعيد الفطر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عيدنا عيد عبادة ونسك وتقرب إلى الله جل وعلا ولهذا يتميز عيدنا عن الأعياد الأخرى أعياد الأمم المبنية على الشرك والبدع والخرافة والوثنية واللادينية عيدنا عيد فسحة وسرور كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة عباد الله يفرح المؤمنون بهذا العيد كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحة الفطر فهي تمام الشهر أو تمام كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأما فرحته عند لقاء ربه لما يدخره الرب جل وعلا من أجر وثواب الصيام فيفرح بذلك فرحا عظيما جزيلا معاشر المسلمين ذكر الله عز وجل الصائمين والصائمات ضمن مواصفات 10 ينبغي أن يتحقق فيها كل مسلم في دنياه وأخراه هذه 10 الصفات ذكر الله جل وعلا وجمعها في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ترى ما هي هذه الصفات وما معانيها وما مدلولاتها والتي رتب الله جل وعلا في تحقيقها الثواب والمغفرة والأجر العظيم في الأخرى أما الصفة الأولى إن المسلمين والمسلمات فالمسلم والمسلمة
من نطق بلا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. المسلم والمسلمة من حقق الأركان الخمسة فجاء بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم، لا تكفي هذه الأركان الخمسة ليكون الشخص أو المرء مسلما ومسلمة، بل لا بد أن يكون مسالما، أن يكف أذاه من البشر ومن المسلمين، سواء كان ذلك أذية الفعال والمقال. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبهذا نعلم قطعا ويقينا أن ديننا هو دين يحقق السلام العالمي المنشود الذي تنشده الدول والأمم، لكنهم لم يوفقوا، فديننا دين يدعو إلى هذا السلام. ولهذا في حجة الوداع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذه كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة العصماء التي كانت فيها جوامع الكلم، أوصاها أمته وادعاها أمته ليحقق السلام المنشود. ولكن للأسف الشديد عيشة المسلمة في أمر يرثى لها، تراق الدماء وتسفك الدماء الأبرياء وتنتهك الحرمات والمقدسات، يشرد الأطفال والأرامل والأيتام والنساء والشيوخ والعجائز إلى غير ذلك، يؤكل أموال الناس بغير حق وبغير سلطان ما أنزل الله بها من سلطان، تنتهك الحرمات وتغصب الأراضي. وهكذا تعيش الأمة المسلمة في هذا الذوبان وفي هذا الانصهار وعدم استقرار الأمن واستتبابه، ولا مناص ولا حيلة إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله جل وعلا. الصفة الثانية عباد الله: والمؤمنين والمؤمنات. نعم، الإيمان مقام أرفع من مقام الإسلام، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم وفرق ربه قبل ذلك بين الإسلام والإيمان. نعم، الإسلام مقام أدنى من مقام الإيمان. لما ادعت الأعراب أنهم آمنوا بالله جل وعلا قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الأنصار أموالا وترك رجلا من الأنصار قال سعد: يا رسول الله، أعطيت رجالا وتركت فلانا وإني أراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فكرر معاذ وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أن هناك فرقا واضحا بين الإيمان وبين الإسلام. المؤمنون حقا هم الذين قال الله في حقهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ناداهم الله باسم الإيمان ودعاهم إلى الطاعة والاستجابة لله ولرسوله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال في آية أخرى بعد آيات من نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم عباد الله، الإيمان يكون بالأعمال القلبية، بالأعمال الباطنة،
من الخوف والمحبة والرجاء والرغبة والخشوع والإنابة إلى غير ذلك. بين الإسلام يكون بتحقيق الأعمال الظاهرة كالأركان الخمسة التي سبق ذكرها. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. الصفة الثالثة عباد الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القنوت هو الطاعة والانقياد والخشوع للملك الديان، للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصفة وصف بها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصفت مريم بنت عمران الطاهرة العفيفة وكانت من القانتين، بل أمرها ربها جل وعلا بهذه الصفة، صفة القنوت، فقال لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهي صفة أيضا للزوجة الصالحة، قال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، هذه الصفة ينبغي تحقيقها، وتحقيقها لا يحتاج إلى جهد كبير وإلى مجاهدة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ب10 آيات من كتاب الله في الليل، يعني صلى فيها، لم يكتب من الغافلين. ومن قام ب100 آية في كتاب الله في الليل كتب من القانتين. ترى 100 آية ربما تساوي 10 أو أقل من 10 صور من الصور الصغار، قد تبلغ تعداد آياتها 100. فمن قام وصلى في الليل ب100 آية سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره كتب من القانتين. ومن قام في الليل ب1000 آية من كتاب الله كتب من المقنطرين، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى الله عز وجل القانتين فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الصفة الخامسة عباد الله: والصادقين والصادقات. الصدق صفة وصف الله جل وعلا نفسه فقال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ووصفت أيضا هذه الصفة بأحب أوليائه رسله المرسلين، قال: وصدق المرسلين، قل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم، وصفت هذه الصفة بالمهاجرين لما قال الله عز وجل في حقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصادقون عباد الله يحققون الإيمان، فالصدق يكون في تحقيق الإيمان، وأن يكون قولك موافقا لما في عقيدتك، موافقا لما تظهره في جوارحك. ولهذا فسر ابن عباس حبر هذه الأمة قول الرب جل وعلا: يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. الموحدين ينفعهم صدقهم يعني توحيدهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، لا يمكن أن يصل المرء إلى الصديقين والصديقات إلا بالوصول إلى مقام الأبرار الذين ذكر الله عز وجل في شأنهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
قال سبحانه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن أهل الصدق هم الذين يصلون إلى مقام أهل الأبرار. ثم عباد الله أهل الصدق يمتحنون في دينهم، يمتحنون في دنياهم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يفتتن المرء في دينه ويفتن لماذا؟ ليميز الخبيث من الطيب، الصالح من الطالح. ولهذا الذين يجتازون هذا الابتلاء وهذا الامتحان يبشرهم ربهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يبشرهم ربهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الصفة السادسة عباد الله والصابرين والصابرات. ما أحوجنا إلى هذه الصفة؟ ولماذا ذكر الله عز وجل؟ لأن هذا الدين وتلك الصفات تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. الصابرين والصابرات أمر الصبر النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فقيل له واصبر وما صبرك إلا بالله. وأمر المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما أحوج الأمة المسلمة اليوم وهي تمر في أحلك ظروفها وأصعب أوقاتها عندما تغتصب أراضيها وتستباح محرماتها، ما أحوجها إلى صبر متصل بالعمل الدؤوب والجهد المستمر في تحقيق العزة واستعادة الكرامة والشرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء أوسع أو خيرا من الصبر. الصفة السابعة عباد الله والخاشعين والخاشعات. الخشوع هو التذلل والانقياد لله عز وجل، وهذه صفة مهمة. لماذا؟ لأنه ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ويوشك أن يدخل الواحد منكم المسجد فلا يرى خاشعا. ولهذا نتساءل لماذا عباداتنا وصلواتنا لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تأمر بالمعروف؟ لأن ليس فيها خشوع. ولهذا حقق الفلاح لمن يخشع في عبادته. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا ينبغي تحقيق هذا المبدأ وهذه الصفة العظيمة. الصفة التاسعة عباد الله والمتصدقين والمتصدقات. الصدقة ها نحن والمسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها يؤدون زكاة الفطر. صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. ولهذا ينبغي أن نتفقد الأسر الضائعة والأكباد الجائعة. نرى في العالم الإسلامي النزوح الجماعي والهجرة الجماعية، وأن الفقر قد ألم بالأمة المسلمة. ولهذا فالله في الاستجابة لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يحتاج منا المسلمون أن نواصيهم بما عندنا من الأموال، أن نعطي ما عندنا من الأموال، أن نسد جوعتهم وظمأهم وفقرهم وحاجتهم إلى غير ذلك. نعم عباد الله، الصفة التي تليها ذكر سبحانه والصائمين والصائمات. وها نحن قد صمنا شهر رمضان المبارك وكنا في مدرسة الصوم، المدرسة الإلهية الربانية التي تربى فيها المسلمون. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام. الصفة التي تليها عباد الله والحافظين فروجهم والحافظات.
وقد جعل الله عز وجل الفلاح لمن حفظ فرجه. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. وحفظ الفروج سبب لدخول الجنان والنجاة من النيران. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. نعم، وأمر المرأة قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. نعم، حفظ الفروج يتحقق بالزواج الشرعي، ولهذا دعا الحبيب صلى الله عليه وسلم معشر الشباب بهذا الزواج: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأمر المتزوج الذي تحدثه نفسه باقتراف الجريمة وفعل الفاحشة وأنه إذا أعجبته المرأة أن يرجع إلى أهله فيواقعها لأن معها ما معها ولأن ذلك أردع لما يجد في نفسه. من وسائل حفظ الفروج أيضا غض البصر الذي أمر به المؤمنون والمؤمنات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الصفة الأخيرة عباد الله معاشر المسلمين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذاكرين الله كثيرا أمر الله عز وجل ذكره أن يكون كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أجر ذكر الله عز وجل فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها عند مليككم وأزكاها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة. قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ولما تحدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يذكر الله في كل أحيانه. ألا فلنحقق تلك الصفات العشر لنفوز بوعد الله جل وعلا. قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومن العائدين الفائزين، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والأمة المسلمة في أمن وأمان وسلم وشرف وعز وتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. walaalayaal khudbadan ciidda waxay ku saabsanayd inay maanta ahayd maalin farxad, maalin ay muslimiinta oo dhan ay farxayaan, ay ku farxayaan cibaadadii cadiimka ahayd oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo guteen. maantana ay waa maxay afurkaasi ay afurayaan iyo ciiddaasi ay ku farxayaan. wax lagu farxana waxaa ugu khayr badan uguna sharaf badan ilaahay subxaanahu wa tacaala shacaa'irtiisa iyo waa maxay waxyaalaha uu jideeyey iyo acyaadani waa acyaad cibaada waay. walidaalika salaad baan tukanaynaa la mid maaha ciidaha kale. walaalayaal, farxaddani waxaa ka muhiimsan farxadda qofka soonnaa oo soonkiisa la aqbalay uu heli doono maalinta aakhiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwaasi farxi doona aakhirana. ولذلك الله عز وجل dadka sooman rag iyo dumarba wuxuu ku daray tilmaamo kale oo 10 tilmaamood ah. cidii laga helana uu ballan qaaday maghfirah dambi dhaaf
iyo ajar weyn oo aan la soo koobi karin tobanka sifo qof walba muslima inuu xaqiijiyo loo baahan yahay wuxuu ilaahay la hadlayaa ragga iyo dumarkaba wuxuu ku bilaabay muslimiin iyo muslimaat islaamkuna waa maxay waa arkaanta islaamka ee shanta uu qofku la yimaado islaamku wuxuu kala noqdaa waa diin nabadgelyo way walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay muslim waxa la yiraahdaa qofka ay muslimiintu ka nabad galaan adinkiisa iyo waa maxay carabkiisa gacanta iyo afkaagu iyo waa maxay adimahaagu inay dadka ka amaan helaan baa la yiraahdaa xajjatul wadaa nabiga markuu umada sagootinayay wuxuu ku yiri wardhiigiina iyo xoolihiina iyo sharaftiina iyo cirdigiina oo idinka xaraan sida maka ay waa maxay xurmo u leedahay sida bishan dilxijja ay xurmo u leedahay sida maalinta yawm arafa ama yawm hajj al-akbar yawm an-nahr ay u leedahay waa maxay xurmo ay u leedahay walidaalika walaalayaal waa u jeedaan maanta dhiiga la daadinayo iyo sida ay waa maxay muslimiinta xaaladoodu ay yihiin arrinkaasi xaqiijin buu u baahan sifada labaad ama tilmaamta labaad waa wal mu'miniina wal mu'minaat iimaanku waa ka duwan yahay islaamku iimaanka qaalisan kana weyn iimaanku waa qalbiga weyn waa aqeedada qalbiga ka soo geeyso walidaalika nimankii acraabta ahaa ee sheegtay inay islaameen inay iimaanka laga helay rabbi waa ka diiday wuxuu yiri iimaan ili kama heline waxa tiraahdan waan islaamnay acmaashi daahirka ahayd baan sameeynay shahaadateynki baa la nimaanay dhaha mu'minka xaqiiqiga walaalayaal ilaahi quraanku ku sheegay waa midka marka aayaadka ilaahi lagu dul akhriyo qalbigiisa uu gilgilanayo markaasna ay u ziyaadinayso iimaan iyo hanuun iyo hidaaya u ziyaadinayso rabbigoodna ka baqaya wax la baxa salaadana ooga kuwaas way kuwa muslimiinta dhabta waa kuwa markuu rabbi u yeero ateecaya ajiibaya ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa muhammad sallallahu alayhi wasallam warkooda ajiibaya sifada kale walaalayaal والمؤمنين والمؤمنات والخاشعين والخاشعات خشوعا وحوت المام النبي عليه الصلاة والسلام وحا ugu horeeya ee diinkani laga weyn doono la qaadi doono waa khushuuca ilaa midkiin uu soo gala masjidka wax khushuucsan ba uu weynayo muujeeda wax khushuucsan ba uusan arkaynin salaadayna waxay aqbal noqon laadahay waxay wanaaga noogu fari laadahay xumaanta nooga reebi laadahay khushuuci ba maqan khushuuci ayaa maqan oo liibaanta adduuniyada mid aakhirada ay ku jirto walidaalika walaalayaal sifada ku xigta wal khaashiin والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات مسلمكو ومدك وحلب حول ومدك حسوس ددك دبن فقراده مسلمك يمانت عالم الاسلامي يا غارهان امدا ان كدلنو سوماليد دبك iyo waa maxay kadeedka haysta waa dareemi kartaan qaxa iyo rafaadka iyo colaada iyo gaajada iyo faqriga arrinkaasina waa maxay qof walba muslima waajiba ka saaran inuu la danqado la xawsado waxna u taro wuxuu heli kara sidoo rabbiba uu tilmaamay wal mutasaddiqiina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات وحكم إذا ومحي دتك صوما صومك وأنك صوصمين إلهي سبحانه وتعالى هينغا أقبله وحكم إذا والقانتين والقانتات صفاتك اللي سكربوا قنوتكنا ومحي وطاعة إنه قفك ومحي إلهي سبحانه وتعالى وهو قانسمه وأطيعه أوامرتي سودان وياله تاء لي رهدا ربي سبحانه وتعالى صفاتك وحكودري والصادقين والصادقات كوا رنت شيغة كرن شيغة الدين تودا رقي الضمر متكي نقضان با كرن شيغيدا maxay tahay waa iimaankaaga ku ran sheegtay walidaalika ibn Abbas wuxuu ku tilmaamay qowl rabbi jalla wa ala yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum yani maalinta dadka runta sheegay runtoodu ay anfacayso wuxuu ku fasiray dadka tawxiidka laga helay maalinka uu tawxiidkooda uu anfacayo tawxiidkan iyo islaamnimadan aan sheeganayno waa inaan ka run sheegnaa waxana looga run sheegi karaa inuu qofku waa maxay iswaafaqaan waxa uu afka ka oranayo iyo qalbiga waxa uu ka aaminsan yahay iyo waxa uu ka sameeynayo jawaarixda uu ka sameeynayo qofkana gaari mayo illa uu ahl al-abrar uu ku biiro sida alle waayadii dheereed uu ku sheegay laysa albirra markii wanaaga diinto dhan laga sheekeeyay ayaa liiri kuwa ku tilmaaman kuwaasi ayaa ulaa'ika alladina sadaqu wa ulaa'ika humul muttaquun wa kuwa ka run sheegay diintooda iyo islaamnimadooda qofku waa la imtixaanaya si loo ogaado ma ka run sheegay diintiisi mase kama run sheegin walidaalika liskama deynaya dadku inay yiraahdaan aamanna وان رمي كليه كوما فيلو الا ربي او امتحان جل جلاله لبدا صفان كسو ختميا ولا ليال waxa weeye والحافظين فروجهم kuwa xifdinaya awraadkooda dunuubta macaasida zinada iyo fuxshiga iska ilaalinaya walidaalika waxyaalaha jannada lagu galo naartana looga badbaado nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam marka la weydiiyay waxa ugu badan oo dadka naarta ku galaan wuxuu tilmaamay waa carabka iyo farjiga dambiga ay galaan afkan ku aafeeyay iyo farjigaasi waxa ay soo hooyiyaan ayaa waxa ugu badan oo dadka naarta geeya sidee looga badbaadi karaa sidee lagu xifdin karaa zawaajka sharciga ahi rabbi subhanahu wa ta'ala uu jideeyay
kulana dardaarmay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhalinyaradu inay guursadaan maxaa yeelay isaga aragga laabi og farjigana xifdin og qofkii guursadayna oo naftiisa xumaata ay ugu sheekayso oo qof kale qalbigiisa ay ku dhacdo oo damaaciya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tawjiihiyey gurigiisa ha ku laabto oo xaaskiisa iyo islaantiisa ha u tago maxaa yeelay waxa taa ay sidato tan guriga u joogtaba way sidataa walidaalika qalbigiisu waa ka baxaya xumaatadii markuu gurigiisii uu ku laabto waxyaalaha farjiga lagu xifdiyo indhaha iyo aragga oo la laabo alle mu'miniinta iyo mu'minaadkaba aayaati fi suurati an-nuur ayuu ku amray sifada u dambaysa walaalayaal wadhaakiriina allaha kathiran wadhaakiraat kuwa alle in badan xusa rag iyo dumarba alle xuskiisu waa waxa lisfaray way cibaadaadka kale ilaahay u cibaadaysta lisiri laakiin dhikriga ilaahay in badan ayaa leeyahay udhkuru allaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila walidalika Aisha radhiyallahu anha markii nabiga noloshiisa ka warbixinaysa waxay tilmaamtay noloshiisoo dhanba xayaatadiisoo dhanba allu xusi jiray alle ayuu xusi jiray walidaalika dadka tilmaamaha tobanka ahi laga helay xaqiijiya soonkuna uu ka mid yahay alle wuxuu u diyaar galay عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إلهي سبحانه وتعالى صونك إنها أقبله عباداتك إنها إنها أقبله أنت نبندد بدن بدعاء صوت البضي إلهي سبحانه وتعالى وحي البنا يعني إلهي هو أجيبه خير الدون الله سيو شرط أيوام حي إلهي كما قال يا إلهي كنجيو دتك حنون صنع حنونك صوشك تي عافيماتك البنا إلهي سبحانه وتعالى عافيه إلهي سبحانه وتعالى كربضة أي مشكلة ده ومدة صومالية ومدة مسلم كرم الله كقاضو اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الموحدين في كل مكان وانصر المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا وأيدهم بتأييدك وأكلأهم برعايتك اللهم أعد الأمن والاستقرار في ربوع المسلمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الحمد لله رب العالمين anigoo Idris Xasan Faarax waxaan halkaan salaan kaliya laaba uga dirayaa dhammaan ummadaha islaamka ciid wanaagsan ciida kadib waxaan si gaar ah u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ciid wanaagsan waxaan Ilaahay ka rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed dhibka haysto in Ilaahay ka qaado isla mar ahaantaasna dawladaha Soomaaliya jaha wareeriyay ciidamada iyo calooshooda u shaqaystayaasha ku gurahaya Ilaahay inuu ka qabto waxaan Ilaahay ka rajeynayaa dawladaha dariska Soomaaliya inay gartaan xuquuqda ay u leeyihiin Soomaaliya in nabad ku noolaato isla mar ahaantaasna dawladaha reer galbeedka ee doonaya inay Soomaaliya sidaa ku sii wadaan waxaan rajeynayaa inay gartaan xaqa ay Soomaaliya u leedahay inay aayaheeda ka tashato waxaan Ilaahay ka rajeynayaa dadka Soomaaliyeed midnimo horumar iyo barwaaqo Ilaahayna dhibka wata inuu ka qaado cadawgana Allah ka qabto Ilaahay ummadda Soomaaliyeed qalubtooda isku soo duwo waxaan Ilaahay ka rajeynayaa Soomaaliya sanadkan sanadkiisa kale inay barwaaqo iyo bashbashku ay ku ciido cadawgana Ilaahay ka qabto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum dhammaan muslimiinta caalamul islaam meel kasta ay joogaan waan salaamayaa salaanta islaamkaan ku salaamayaa ciid wanaagsan kulla caam wa antum bil khayr meel kasta ay joogaanba gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba Ilaahay inuu nabad khayr qabto dhex dhigo saasaan ku baaqayaa in ayagana isku tanaasulaan talabaad waxa weeye gaar ahaan salaanka bacd waxaan salaamayaa ciyaalkayga toddobada ah Aisho Samsam Saadiyo Samiro Shuayb Hamse Maxamed oo kala jooga Galdoog Galinsoor Gaalkacyo waxaan leeyahay Ilaahay haniga dhigo kuwii diinta islaamka waa ku dhalateen oo ku dhinta ku dhaqma ku cibaadeysta Ilaahay inuu ni barbaariyo baa khayr niga rajeynaya atoos waan salaamiyaa asxaabteeda waan salaamiyaa meel kasta ay joogaanba ciyaalkeeda aad aan u jecel waxaan dhahayaa Ilaahay kuwii diintiina iyo dalkiina anfaca Ilaahay haniga dhigo ما شاء الله عيد مبارك بنلي كل عام وأنتم بخير أنا وعلي حسن حيتا وشوق دلك فيلان مقالة هلسنجي السلام عليكم بنلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوها عبد الله عمر محمد هل كان وحن كسلام يا دمان والله مسلمين تأدون كمال كلا جوجان وحان الله هاي عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير
ilaah subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo bishii barakaysnayd ramadaankii ahaa ilaah subxaanahu wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa in uu na gaarsiiyo ramadaanada soo socoto anagoo caafimaad iyo amni ku nool بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله عيد مبارك كل عام وانتم بخير دمان ومضى المسلمين ومضى الصوماليات وحن ليهي عيد مبارك كل عام وانتم بخير الله يقبل أعماشي ونكسنا صميصنا أصاصا مني إلى الله سبحانه وتعالى وحن كرجيننا عيد إنه نوجرسيو بش إبرارو خاصة ومضى الصوماليات وحن الله سبحانه وتعالى ويدينا إن أيجو أمان ينبت كوجارن عيد دنبه كل عام وأنتم بخير أنا فرصة كفى إذا سنة وحن سلامية لمان أهلذي أصحابتي ذي قرابتي الدنيا لمان ملك دعالذي كول جوجان وحن ليا مركلة عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو حسن قليف صلاة dadka islaamka ah dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal runtii maanta meeshaan aan joogno ku ciidayno farxad aad u weyn ayaa ka muuqato dadku aad baa loo wada faraxsan yahay ma sha Allah dadku ramadaankii la soo wada qaatay aad baan u wada faraxsanahay munaasabadan marka TV-gu uu nasiyay anigoo ka faa'iideysanaya waxaan jeclaan lahaa inaan salaam u diro dhammaan ehelkayga oo adduunka daafihiisa kala joogo meel walba maxaan ku raadaay Soomaaliya wadankan Finland inaan dadka dhammaan aan salaamo aanan ku iraahdo maxaan ku iraahdaay farxad iyo barwaaqo ku ciida sanadkiisa kaleeytana ilaahay hana wada gaarsiiyo ramadaankan ilaahay hanoo soo celceliyo annagoo caafimaad qabno sidaan isku jecel wadanka islaamkana maxaan ku iraahdaay amni iyo nabadgelyo ay ka dhacday aad baad u mahadsantiin barakallahu fiikum salaamu alaykum warahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير لمان ولا الله مسلمين تأه نقول مقعي عبد الرزاق عبد أياح عن ليه عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح لما رمضان كل صوص مع الله نقبله ومدة الصوماليات جوكت دولك كلا دوان وحن أرجينا إن شاء الله خير برار إله ودن كود أيقو نبض إنه كسوع عليه وحن لنا هي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تيفيجا يعني يونيفرسال ونقوم هالعلنا سيدا ونعكسنا أبا بولي عيدا ونو أبا بولي لما أنتين وحن لنا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بالخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مقعي محمد شيخ مرسل waxaan ku noolay magaalada Helsinki dhammaan muslimiinta adduunka ciid mubaarak waxaan halkan salaan hambaliyo uga gudbinayaa dad inta magacayga muuqayga taqaana dhammaan muslimiinta iyo telefishinka Universal oo isiyay channelskan كل عام وأنتم بالخير. محمد موسى Universal TV وقوية يوروب فنلندا.